بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأفاضل الكرام، هذا أخوكم وقارئكم الشيخ عبد العزيز الكرعاني يطلب منكم دعوة، يطلب من المسلمين حيثما كانوا وسمعوا هذا النداء أن يدعو له بالشفاء، لأنه مقبل على عملية جراحية. يطلب من إخوانه أن يدعو له بالشفاء والعافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعاءنا وأن يشفيه وأن يعافيه، آمين. نسمع هذا النداء ثم نعود للتوضيح والإفادة. فيديو هام جدا ومؤثر، نسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا. قبل ذلك أيها الأخيار، لا تغفلوا الصلاة والتسليم على نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب الكرام، الإخوة والأخوات، محبي أهل القرآن وأهل الفضل وأهل الإحسان، هذا واحد رسالة بسيطة جدا من أخي لكم، محب لكم، بجانب أخيكم وشيخكم سيدي عبد العزيز الكرعاني، الذي هو الآن في حاجة إلى دعائكم بعد إذنه وطلب منه، يعني يرجو منكم الدعاء، فإنه مقبل على عملية جراحية حساسة، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الشافي، وأنه سبحانه وتعالى يفعل بالدعاء ما لا يفعله بالدواء. فرجاء منكم أيها الأحباب الكرام أن تتوجهوا بقلوبكم وأن تضرعوا إلى ربكم لأن يشفي شيخنا العزيز سيدي عبد العزيز الكرعاني، فهو في حاجة إلى دعائكم، ونحن من جانبنا كذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائه، وأن يجعل هذا الابتلاء إن شاء الله تعالى ابتلاء ظرفي، بعد فترة إن شاء الله تعالى يهون وتأتي بعده صحة وسلامة وعافية يا رب العالمين. سيدي عبد العزيز، أبشر إن شاء الله تعالى بدعاء القراء ودعاء أهل القرآن ودعاء أهل الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءهم، وأن الله سيشفيك إن شاء الله تعالى سيدي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه عافية من عنده بفضله، إنه هو الجواد الكريم، وهو القائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ندعوك ربنا لأخينا أن تنزل عليه الشفاء والعافية بإذنك وفضلك يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فأقول أيها الإخوة، هذا حال الدنيا. الدنيا ابتلاء لا تستقر لأحد، وليس فيها هناء، وإنما اختبار وتقلبات، مع أن المؤمن فيها مصاب وهو مأجور ومثاب، في ذلك أجر كبير. نسأل الله أن يعافينا وأن يرحمنا وأن يسلمنا، آمين يا رب العالمين. ولهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أحب الأحاديث إلى قلبي، هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذه هي الحياة، وهذه هي التي ينبغي أن نعمل لها، وأن نجتهد وأن نكد وأن نكون على الاستماتة والصبر والجلد والتضحية من أجلها، لا هذه الفانية التي هي مملوءة بالمصائب والمحن والأمراض وآخرها الموت. أي حياة! هذا الحديث هو في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا أي حديث نسمع يا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، البشريات، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا.
الأولى 4 بشريات تريح العبد المؤمن الذي أكرمه الله بدخول الجنة إلى الأبد، اللهم اجعلني وإياكم منهم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله ما يكبر حياتنا ويقلق راحتنا ويضني نهرنا ويؤرق ليلنا، كل ذلك مات، انتهى بدخول الجنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، إمام العلم رحمه الله: لا يستريح المؤمن حتى يضع إحدى قدميه في الجنة. لا يستريح المؤمن حتى يضع إحدى قدميه في الجنة. هكذا. إذن أخونا الشيخ عبد العزيز المقرئ الكبير، نسأل الله له الشفاء، وأن يلبسه الله تبارك وتعالى رداء الصحة والعافية، آمين. هنا مسألة تتعلق بمن يدعو له. اسمعوا بارك الله فيكم. في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. الله، ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب، فأنتم في الحقيقة تدعون لأنفسكم. إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، الله تبارك وتعالى يوكل ملكا يقول ولك بالمثل، وفي لفظ لمسلم أيضا يقول آمين ولك بمثل. الله أكبر. قال العلماء: ودعاؤنا قد يستجاب وقد لا يستجاب، ودعاء الملائكة مستجاب. إذا المصلحة العظمى والمصلحة المحققة بالدرجة الأولى هي لك يا من تدعو لأخيك. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعاءنا. ثم المؤمن عليه أن يكثر من هذا الدعاء، دعاء عظيم في صحيح ابن ماجه 3120 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. عظيم. أكثر من هذا الدعاء ولازمها الدعاء، عظيم. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. والمعافاة هنا عامة، تشمل العفو والعافية. والعفو هو مغفرة الذنوب، والعافية هي السلامة من البلاء والأسقام في الدنيا. إذا تطلب خير الدنيا والآخرة بامتياز. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أفضل دعاء ومن أفضل أدعية المؤمن التي يلازمها معافاة في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وهذا من تلاحم وتراحم المسلمين أن يدعو بعضهم لبعض في السراء والضراء والتعاون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا، وأن يكون ذلك سحابة صيف، وأن يعود إلى عافيته وإلى نشاطه وإلى أهله آمنا سليما مطمئنا. ونسمعكم شيئا من قراءته العذبة الجميلة الرنانة.